ممبار تحفة وعاملين بوبس كمان من غير خيط ومن غير أي حاجة. يلا بينا ندخل على المقادير. معايا رز مصري مغسول ومتصفي، ومعايا صلصة، ومعايا طماطم مبشورة وبصل متقطع على ايدي، وواحدة فلفل، ومعايا خضرة مشكلة، ومعايا نص كوباية زيت، ملح، فلفل اسود، كزبرة، بابريكا. هقلب المكونات دي كلها مع بعضها. وعندي الممبار غسلته بدقيق وليمون. واخر حاجة بقى خطوة فيه المية بتاعت الرز نقعته فيها، وبعدين شطفته، وبعدين بقى جاهز معايا نضيف وتحفة وقمر وجميل. هقطعه كله قد بعضه وهحشي الممبار بالرز. وعايزه اقول لكم ان الممبار البوبس حشيته بردك بس من غير ربط، وهوريكم ازاي. انا بقى هنا بفتح الممباره وبدخل وبدخل بصبعي في الممباره، ولازم لا امليها قوي عشان ما تفرقعش، ولا اسيبها مهويه عشان ما يكش. مهم جدا تعملي لي اشتراك وتفعلي لي زر الجرس من فضلك، عشان يوصلك كل جديد، وعلشان انا والله يستاهل تتابعيني. انا والله العظيم الحاجات دي بترفع معنوياتي قوي، يعني حبيني. تعالي بقى اوريك البوبس بتعمل ازاي. بفضل اقطع كده لحد ما اعمل قد الصابع الوسطاني بتاعنا. اقطع الممبار على ايدي واحشيه بيطلع بوبس تحفه وجميل. تعالى اقولك ازاي تسلقيه. ميه مغليه اضفت ليها معلقتين صلصه، بصله متقطعه، ورق لوري، فصوص حبهان، فلفل اسود، والملح. وهنزل بالممبار، ولو نزلتيه مطول هيطلع مطول، لو نزلتيه معوج هيطلع معوج. تمام. وبعد بقى ما يتسلق لمدة ساعة الا ربع هنحطه في زيت غزير يتحمر.